البنت دوزت شهرين اللي هي القليلة مقارنة مع الضربة اللي ضربتني. في مدينة طنجة، وهي القضية التي هزت الرأي العام، صدر اليوم بخصوصها الحكم. الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة أدانت المتهمين وهم 4 قاصرين، أدانتهم بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات. السلام عليكم. إثر ما حصل مع السيدة سلمى الله يشافيها، عندي واحد السؤال. طبعا سؤالي ليس ضربا في القانون ولا في نزاهة القضاء، لكن بحكم أنني مغربية أو مواطنة مغربية، حتى أنا بدوري كنخضع للقانون المغربي ومن حقي نسول شنو الفرق ما بين الحكم ديال القاصرين والقاصرات ديال طنجة اللي اعتادوا أو هجموا البنت اللي كانت لابسة واحد اللباس يعني مخل بالحياء العام، والسيدة اللي هاجمت سلمى وتسبت لها في واحد العاهة مستدامة. الناس اللي او القاصرات والقاصرين اللي في طنجة تحكموا ب3 سنوات، في حين ان السيده اللي تسبت لسلمى في عاهه مستدامه تحكمت ب2 شهر. والكارثه حينما يشعر المواطنون ان العداله لا تتوزع بالتساوي على الجميع، يعني المواطن كيفقد الثقه بالقانون ديال البلد ديالو. وإن فقد الثقة بمعنى توقع تفرقة، توقع تقويض للوحدة الوطنية.